فيلم The Dark Knight كيبدا في مدينة سميتها غاثم سيتي. هنا كنشوفوا عصابة لابسين اللباس ديال المهرجين كيديروا عملية سرقة للبنك. هاد العصابة كتقسم لجوج، واحد الفريق طلع للفوق باش يعطل الأنظمة، والفريق الثاني سيطر على البنك كامل. واحد من موظفي البنك قرر يطلق عليهم الرصاص باش يحمي البنك، ولكن ما نجحش وتصاب برصاصة في صدره. من بعد كيبان أن واحد من العصابة عنده خبرة في حل الخزنة، وفعلا كيحلها وكيشوفوا الفلوس. ولكن صاحبه قرر يقتله حيت طمع في الفلوس وبغاها غير راسو وما يبغيش يقسمها مع الآخرين. من بعد كيحطوا الفلوس في الشكاير وكيهربوا. هنا كنشوفوا واحد من العصابة باغي حتى هو يقتل صاحبه باش ياخذ الفلوس بوحده، ولكن ما كانش عارف أن داك الشخص هو الجوكر. من بعد كيجي الطوبيس اللي غادي ينقلوا فيه الفلوس وكيطحن داك الشخص اللي كان باغي يقتل جوكر. ومنين كيساليو تحميل الفلوس، جوكر كيقضي على كامل افراد العصابه بوحده. من بعد كيمشي عند الموظف اللي تصاب وكيقول له علاش قتلتهم وهما عاونوك. الجواب ديال جوكر كان غريب، كيقول ليه الا ما قتلت حتى واحد في نهار كيحس براسو ماشي طبيعي. من بعد كيحط قنبله في فم الموظف ويهرب بالطوبيس بلا ما يشوفوه البوليس. في مشهد اخر كيبان المساعد ديال باتمان الفريد اللي كيمشي للمخبأ باش يداوي ليه الجروح ديالو، هو الوحيد اللي عارف ديك البلاصه. وفي نفس الوقت باتمان كيشوف واحد الشخص في التلفازه اللي هو محامي المدينه هارفي دينت، ولكن ما كيثقش فيه وكيتصدم ملي كيشوف الحبيبه ديالو السابقه ماشيه معاه. كنشوفوا هارفي في المحكمه كيسول واحد الشاهد كيسل سلاحه وكيحاول يقتله. وهارفي بفضل التجربه ديالو كيقدر يتحكم في الموقف وياخذ السلاح من عنده. من بعد جيمس كيمشي عند هارفي وكيطلب منه الموافقه باش يحجزوا البنوك اللي تسرقات، وهارفي كيوافق. ومن جهه اخرى باتمان هو كيبان في الشركه ديالو بلا القناع وكيطلب من فوكس يصوب ليه بدله جديده تكون اكثر امان وقوه. في الليل كنشوفوا هارفي جالس مع راشيل دوز في مطعم، وكيجي باتمان وكيجلس معاهم وكيبداو يهضروا على العداله وطريقه باتمان اللي خارج على القانون. هارفي كيدافع على باتمان وكيقول أن الإنسان أحسن يموت بطل على أنه يعيش شرير، وكيعطيه إشارة أنه ممكن هو اللي يعوضه في المستقبل. هاد الشيء كيخلي باتمان يبدا يثيق فيه ويدعمه في الحملة الانتخابية ديالو. كنشوفوا تجار المخدرات مجتمعين وكيقرروا يجمعوا الفلوس كاملين في مكان واحد بعيد. على غفلة كيدخل عليهم الجوكر وكيقول لهم يشوفوا خدعة بالقلم، وكيقتل واحد الحارس بطريقة صادمة. من بعد كيقول لهم ان السبب اللي مخلي العصابات ما خداماش مزيان هو باتمان، والحل هو يقتلوه. واحد من التجار كيستهزئ به وكيقول له علاش ما تقتلوش بوحدك. جوكر كيوافق ولكن بشرط ياخذ نص الفلوس اللي جمعوها، لكن العصابه كترفض الطلب ديالو. ومن بعد كيبان لابس بدله فيها متفجرات وكيجبرهم يتراجعوا وكيعطيهم كارد فيه الرقم ديالو باش يفكروا ويردوا عليه. هنا كنشوفوا جوكر داير راسو ميت وكيخلي العصابه ديالو تاخذوا لعند واحد التاجر ديال المخدرات اللي كان ناوي يهجم عليه في الاجتماع. من بعد كينوض جوكر وكيهددوا بالسلاح. قال ليه التاجر شنو بغيتي عندي؟ كيقول ليه انا بغيت العصابه ديالك كامله. وفعلا التاجر كيوافق وجوكر كياخذ السيطره على العصابه ديالو. من بعد باتمان كيشوف فيديو منتشر ديال واحد منتحل شخصيه باتمان، وجوكر كيعذب فيه وكيهدد العالم الا ما كشفش باتمان على الوجه الحقيقي ديالو غادي يقتل كل نهار واحد ويلبسوا لباس باتمان. من بعد جوكر كيهجم على حفله وكيطلب فين هارفي، ومنين ما كيلقاش كيمشي مباشره عند ريتشل حيت عارفها. كيبدي يهددها باش يخرج هارفي، ولكن على غفله باتمان كيدخل وكيقضي على العصابه. جوكر كيشد ريتشل وكيقول لباتمان حيد الماسك ديالك مقابل حياتها. باتمان كيرفض وجوكر كيرميها من الطابق. مباشرة باتمان كيتلاح باش ينقذها، في الوقت اللي جوكر كيستغل الفرصة وكيهرب. الشرطة وباتمان كيمشيو لمسرح جريمة جديدة وكيكتشفوا أن جوكر بدا كيقتل أي واحد سميتو هارفي في المدينة وكيخلي علامة ديالو في وجه الضحايا. ومن خلال التحريات باتمان كيعرف أن الهدف الجاي هو زعيم المدينة. باستعمال طريقة ذكية تحليل الرصاصة باتمان كيعرف البلاصة اللي جا منها الهجوم وكيكون قريب من موكب زعيم المدينة. كيمشي للموكب وكيشوف بزاف ديال البوليس مربوطين وتسرقت منهم الهويات ديالهم. الموكب كان ديال جنازة رئيس الشرطة.
هنا كنشوفوا الجوكر كان متنكر بزي ديال البوليس، في واحد اللحظة كيصوب مباشرة على الرئيس. في مشهد آخر باتمان كيشد واحد من قادة العصابات وكيقول ليه ما غادي تاخد حتى معلومة على جوكر، والحل الوحيد باش يوقف هو أنه باتمان يكشف على الهوية ديالو. باتمان كيمشي عند هارفي وكيقول ليه غادي يكشف على راسه، ولكن هارفي كيرفض، ومع ذلك باتمان كيقرر يديرها. في الغد ليه الصحافة والبوليس كيتجمعوا، وعلى غفلة هارفي كيصرح أنه هو باتمان، والبوليس كيشدوه باش يحمي الهوية الحقيقية، كيحطوه في السيارة باش يديوه للحبس. في المشهد التالي الجوكر كيبان في واحد الشاحنة وكيقتل واحد البوليسي، كيدير فوضى في الطريق وكيجبر البوليس يدخلوا للنفق. العصابة ديالو كتسد الطريق والجوكر كيطلق قذيفة على السيارة اللي فيها هارفي. في هذه اللحظة باتمان كيدخل بسيارته بسرعة وكيصدم شاحنة الجوكر حتى هو كيرد الهجوم وكيطيح الهليكوبتر ديال البوليس قدامهم. من بعد باتمان قدر أنه يقلب الشاحنة اللي فيها الجوكر كيخرج وكيبدا يطلق النار وكيواجه باتمان مباشرة. باتمان كيهجم عليه بالدراجة ولكن كيطيح وكيغمى عليه، والجوكر كيبان غادي يربح، لكن على غفلة كيبان جيمس غوردن حي وكيشد الجوكر، وكنعرفوا أن كل شيء كان خطة. من بعد في الكوميسارية كيتعين جيمس رئيس جديد. المفاجأة أن البصمات ديال الجوكر ما مطابقة حتى مع جريمة. جيمس كيتعصب حيت هارفي تختطف، ولكن جوكر كيقول ليه باللي هو كان غير في المخفر. جيمس كيسلم التحقيق لباتمان وكيبدا التحقيق، وباتمان كيقول للجوكر علاش باغي تقتلني. الجواب كيكون صادم، كيقول ليه باللي ما باغيش يقتلو حيت هما بجوج كيكملوا بعضياتهم، وكيزيد يقول ليه إلا قتلتيني الناس ما غاديش يبقاو محتاجين ليك. باتمان كيغضب وكيبدا يضرب فيه وكيهدو، قول لي فين هارفي. ولكن جوكر كيلعب بعقله وكيعطيه اختيار صعيب، يا إما ينقذ هارفي يا إما ينقذ راشيل. باتمان كيغضب وكيشد جوكر وكيطيحوا على الطاولة وكيقول ليه فين هما. الجوكر كيضحك وكيجاوب ببرودة، راه كل واحد فيهم في بلاصة مختلفة بعيد على الآخر. من هنا باتمان والشرطة كيتحركوا بسرعة باش يقلبوا عليهم. هارفي دانت وريتشل دوز وينقذوهم. من بعد بحث طويل كيلقاو البلايص اللي مربوطين فيها، كل واحد بوحده، وكل واحد حدا قنبلة موقوتة داخل المخزن ديال البنزين. في نفس الوقت كنرجعوا للسجن فين الجوكر جالس ومعاه واحد البوليسي كيطلب منه التليفون ديالو باش يدير واحد المكالمة، ولكن البوليسي كيرفض. في هاد اللحظة كيدخلوا واحد الشخص كيشكي من ألم في كرشو، ومنين كيشوفوا الشرطة كرشو مخيط. الجوكر كيبقى يستفز في البوليسي حتى غضب وكيقرب ليه، وهنا الجوكر كيستغل الفرصة وكيشد البوليسي رهينة وكيهدد باقي الشرطة يعطيوه التليفون يقتل الرهينة قدامهم، وفعلا كيعطيوه الهاتف. الجوكر كيتصل، على غفلة كيتفجر داك الشخص اللي كان داخل السجن. الفوضى كتعم وكيبان فيديو ديال الرهينة كيقرا رسالة من الجوكر كيهدد السكان ويقول لهم المدينة غادي تكون ديالو حتى نص الليل وخصهم يهربوا قبل ما يفجر كل شيء. الناس كتخلعوا ويدخلوا في حالة ديال الهلع وكل واحد كيجري باش يهرب. المفاجأة هارفي ما ماتش، كنشوفوه حي ولكن تبدل بالكامل، كيقول أنا نص ميت ونص حي، وكيولي شخصية مظلمة وكيبدا ينتقم. في نفس الوقت المدينة كدار فيها عملية إجلاء وكيتم تقسيم الناس لجوج ديال السفن، واحدة للمدنيين وواحدة للمجرمين. ولكن كيكتشفوا باللي جوج سفن فيهم متفجرات. رسالة من الجوكر كتوضح اللعبة، كل سفينة فيها جهاز تفجير ديال السفينة الأخرى، يعني إلا ضغطت على زر التفجير غادي تعتق راسك، واللي ما دار والو حتى لنص الليل غادي يتفجروا بجوج. من جهة أخرى باتمان كيلقى موقع الجوكر وكيهجم عليه. الجوكر كان داير خطة خايبة، مخلي الرهائن لابسين أقنعة ديالو والعصابة ديالو لابسين اللباس ديال الرهائن باش يخلط الأمور على الشرطة. من بعد كيبدا قتال مباشر بين باتمان والجوكر. الجوكر كيستعمل حتى الكلاب ديالو باش يسيطر عليه،
وكيخرج جهاز التفجير وكيقول إلا ما فجر حتى واحد مع 12 الليل السفن بجوج غادي ينفجروا. باتمان كيدفعو من فوق البناية، ولكن في آخر لحظة كيشدو وما كيخليهش يموت وكيقول ليه الخطة ديالك فشلات. ولكن الجوكر كيضحك وكيجاوب يمكن ربحت هاد المعركة، ولكن ما غاديش تربح في النهاية حيت هارفي تبدل وغادي يدمر كل شيء. الشرطة كتشد الجوكر ولكن الخطر الحقيقي بقى. باتمان كيمشي عند هارفي وكيشوفو خاطف جيمس غوردن وعائلته وكيبغي ينتقم حيت كيحملهم مسؤولية موت راشيل. باتمان كيحاول يقنع ويخلي الطفل، ولكن هارفي كيعتمد على الحظ، كيستعمل العملة باش يقرر شكون يعيش وشكون يموت. كيجربها على باتمان وكيطلق عليه النار ومن بعد على راسه وكيعيش. ومن بعد كيجي الدور على الطفل، ولكن قبل ما يديرها باتمان كيقفز عليه وكيطيحه من الفوق، وهارفي كيموت قبل ما يأدي حتى شي واحد. من بعد باتمان كيهضر مع جيمس وكيقولوا خاصو مع هارفي تبقى نقية حيت هو كان الرمز ديال الأمل في المدينة، وكيقرر يتحمل اللوم ويخلي الناس يعتقدوا أنه هو اللي قتل هارفي. وباتمان كيمشي في طريقه كيبعد على المدينة وكيولي مطارد من الشرطة والناس. وهكا كتسالي القصة. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.